اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما وعدتكم ان شاء الله، قلت لكم لما نيجي نبيع الفراخ هقول لكم انا بعتها على ايه وبعتها على عمر قد ايه وكسبت فيها ولا لا. طبعا حكايه المكسب دي يا جماعه هنخليها الفيديو تاني عشان اعمل لكم بيها دراسه جدوى، ونقول انا كسبت في كام فرخه. مثلا انا بعت مثلا 30 فرخه، كسبت فيهم قد ايه وربنا كرمني بقد ايه فيهم. فان شاء الله نخلي الفيديو تاني باذن الله. دلوقتي بس انا عايزه اقول لكم ان انا بعت جزء من الفراخ، بعتهم على يوم 33 بأمانة الله. بعتهم على يوم 33، جابوا معايا وزن 2 كيلو، 2 و100، 2 وربع، 2 كيلو ونص. يعني كان في موجود كل الموازين، بس لله الحمد كان موجود لحد 2 ونص على اليوم ال 34. يعني تاني يوم انا بعت اول يوم 33 وبعت يوم ال 34. تمام. انا بعت كمان الكيلو على 67. وقبل ما ابيعهم بثلاث ايام او باربعه استعملت الخل يا جماعه، الخل في الميه. طالما انت عارفه انك هتذبحي بينظف جسم الفرخ من اي سموم فيه، من اي علاج انت مديهولهم. بيخلي جسم الفرخ حلو جدا. فانا استعملت الخل على الميه 5 سنتي على اللتر. واستعملت الخل 4 ايام او 3 قبل ما تذبحي منه او قبل ما تبيعي منه. تمام. وطبعا ببطل برضو العلاج قبلها بثلاث اربع ايام. لو بدي علاج ببطل علاج ليهم قبل ما ابيعهم ان شاء الله باذن الله. تمام. الفراخ دلوقتي جايبه معايا موازين حلوه. انا بفكر بقى دلوقتي ان انا اذبح منهم بقى ليا. فهنقي تقيل كده منهم ان شاء الله نذبحه. طبعا هم جايبين دلوقتي ما شاء الله الله اكبر موازين برضو حلوه. هنقي كبير منه ونذبحه ونشوفه برضو جايب ميزان قد ايه. افتح الميزانه كده. هنفتح الميزانه ونصفرها ونشوف كده كام فرخه كده، نشوف ميزانهم قد ايه. طبعا النهارده اليوم ايه؟ 33 كان يوم الاربع. يعني بتاع اليوم 36 35. لا هو هيبقى يوم 36 ان شاء الله باذن الله. طب هنشوف كده ان شاء الله هما جايبين معانا موازين قد ايه. استنوني بس اشغل الميزانه كده ونمسك واحده ونحطها على الميزانه نشوفها وزنها قد ايه. انا صفرت الميزانه معاكم اهي. تمام. الفرخه اهي، هنشوف وزنها قد ايه. استنى بس يا نور. بسم الله ما شاء الله. الفرخه دي 2 كيلو و600 ناقص 20 جرام اهي، 570 جرام، 580 جرام. تمام. على عمر 36 يوم. تمام. خلينا نشوف حاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو وقفي بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. ثواني بس هنشوف الميزان بس. ثواني. بسم الله. اهو وزنها ايه؟ وزنها 2 كيلو 450. تمام. اهو انزلي كده. نجيب واحدة كمان. بسم الله. اقفي. ديت 2 كيلو و200 جرام. اهو انا طبعا هنقي الكبير بس اللي اذبحه واسيب الباقي يتقل. تمام. اهو خلاص يا جماعه. طبعا انا استعملت معاهم ايه بقى، عملت معاهم ايه دلوقتي. بدات ان انا اكلهم دش على عليق. بدات اكلهم دش على عليق. يعني جبت 5 كيلو دش، 5 كيلو عليقه. وزنت 5 كيلو عليقه وحطيت عليهم 2 دش في الاول كده يا جماعه. يعني اقلل نسبه الدش وبعد كده ابقى اعمل نسبه الدش قد نسبه العليق. تمام. ده بيغير في طعم الفراخ معاكي، بيخلي طعمها طبعا احلى. تمام. انا استعملت ده من امتى؟ من يوم بس، يعني على اليوم ال 35. اليوم ال 35 بدات ان انا اعمل كده لما لقيت وزنهم بقى حلو. يعني ما بحبش ابدا من 2 كيلو او 2 وربع. يعني ايه؟ يبقى الوزن معقول. شايفه ان الفراخ حجمها حلو كده تبداي تغيري لها العلف. تمام. خلاص كده يبقى احنا عرفنا ان الفراخ جايبه ميزان حلو اهوت. نبدا نذبح فيه. طبعا كل واحد براحته، يعني انت بتحبي تذبحي الفراخ على 2 كيلو براحتك، بس الحمد لله ولله الحمد. يعني الفراخ جايبه معايا موازين حلوه. اللهم لك الحمد، الف حمد والف شكر لك يا رب. فبدانا نذبح فيها واستعملنا الخل زي ما قلنا كده.
تمام. انا هبدا دلوقتي انقي الكبير فيهم واطلعه كده بره وهذبحه، وان شاء الله هعمل لكم برده فيديو بالذبح. للي بيحب يتعلم الذبح يا جماعه استنوني، هعمل فيديو ان شاء الله بعد ده. لو حد عايز يتعلم الذبح تذبحي ازاي لوحدك. اكتريه الناس بيحبوا يستعملوا ان حد يبقى معاهم يعني ويذبح وكده. احنا ان شاء الله هنذبح لوحدنا. فاللي عايزه تتفرج على فيديو الذبح ده يا جماعه استنوا، هينزل ان شاء الله بعد الفيديو ده. يا جماعه اللي وصل معايا في الفيديو لحد دلوقتي ما تبخلوش عليا بالله عليكم باللايك، وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم ان شاء الله مني كل جديد. تمام. اللايك يا جماعه بيدعم الفيديو، بيخليه يترفع معايا. فبالله عليكم ما تنسونيش في اللايك، لايك كده حلوه منكم باذن الله. تمام. طبعا لو لقيتي اي اسهالات يا جماعه، اي اسهالات عليكم بقشر الرمان، اغري قشر الرمان وحطيه في السقايه. يعني هتاخدي مثلا نص مج كده تحطيه على سقايه 3 لتر. تمام. او كوبايه، مش هيضر، دي اعشاب طبيعيه مش هتعمل لهم اي حاجه. بس يا جماعه قشر الرمان جميل 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 للاسهالات بجد. تمام. كمان في ايه، في كمان شاي تقيل بليمون بريفو، ده حلو قوي للبرد وبرده حلو كمان للاسهال يا جماعه. لو الفراخ عندك بيشحروا كده من البرد او عندهم برد استعملهم شاي تقيل بليمون بريفو. تمام. هيقضي لك على اي برد عندك، وان شاء الله ابقى اعمل لكم برده فيديو بيه باذن الله. يا رب يا جماعه الفيديو يكون عجبكم. زي ما قلت لكم بقى ما تنسونيش في اللايك اللايك اللايك. يلا واللي ما اشتركش يشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.